متابعي نيوز روم، اهلا وسهلا بحضراتكم. معاكم النهارده ابتسام السعيدي في بث المباشر جديد مع الاستاذ ايمن محفوظ، المحامي اللي قالوا عليه رئيس عصابه. خلينا النهارده نشوف ايه اللي حصل يا استاذ ايمن. ده البنت المدعية انها بنت الرئيس محمد حسني مبارك رحمة الله عليه، ادعت ان انا رئيس العصابة وان انا اللي بشغل كل الناس دي وبنرتكب كل الجرائم اللي بيعملوها الناس على التيك توك. بس هي زودت شوية حاجات كده، يعني تجارة اعضاء و... وتجارة اثار وحاجات كتيرة قوي. في اختصار، رغم ان احنا اللي بنحارب الناس دي واحنا اللي بنقدم فيهم بلاغات، بس طبعا بلاغات التيك توك والحرب الشرسه اللي موجوده على التيك توك دلوقتي والبلوجرات والتيك توكرات دول، اللي انا مش عارف دول طلعوا لنا من انهي بلاعه. آه، عايز اقول لكم ان مفيش علاقه ما بين هذه الحمله الشرسه وما بين موضوع المدعيه بانها بنت الرئيس. قالت عليا رئيس عصابه، المدعيه بانها بنت الرئيس، وعشان كده اتفجرنا حمله بالتوازي مع هذه الحمله الشرسه بتاعت بنت الرئيس. وقدرنا نكون الشراره الاولى في تقديم بلاغات استجابت ليها وزاره الداخليه والوزير العظيم معالي الوزير محمود بيه توفيق ورجاله الابطال اللي استجابوا لهذه البلاغات سريعا. وده موضوع وده موضوع تاني خالص. لما توحشوا واستأسدوا وشافوا ان هم فوق القانون وفوق السلطه، قدمنا بلاغات ضدهم، وكل الناس دي قلنا ان هي هتتجاب وان القائمه ما زالت هتستمر، وهتشوفوا ناس لن تتخيلوا ان هم يتمسكوا. بدأناها بممكة ثم مساجدة، لكن انتهت بايه؟ بالاسطوره شاكر ومداهم اللي لقوا معاهم بعض الممنوعات زي الحشيش والافيون، ده مداهم. اما الراجل اللي اسمه شاكر اللي الناس بتحبه قوي دوت، لقوا معاه زياده عن الحشيش ايس. يعني استاذ شاكر بيتاجر في الايس، لكن برضه شاكر لازم يكون مميز. كان معاه كمان سلاح ناري غير مرخص، ما هو عامل فيها ضابط رئيس مباحث التيك توك. اديك اتقفشت يا حلو، ومرمي في الحجز دلوقتي، وهتتحاسب وهتتحاكم بتهم اساءة استعمال الانترنت ونشر الفسق والفجور، وكمان بقانون مكافحة الدعارة، وقانون الأسلحة والذخائر، وقانون المخدرات. فباي باي شاكر، هتشوف سنين كتيرة في السجن إن شاء الله. عايزين نعرف ايه التهم بقى يعني اول العقوبات اللي قولي ايه التهم اللي مش موجودة عملوها التيك توكر والبلوجرات؟ قولي هم كل التهم اللي ممكن تتخيلوها وكل الفساد اللي في الأرض، واللي هدفه هدم القيم الأسرية والمجتمعية من أجل تدمير المجتمع من الداخل. لكن وزارة الداخلية زي ما جنودنا بيحموا بلدنا من على الحدود الخارجية، بيحموها ورجال الشرطة من الداخل، عشان في ناس بتهدم المجتمع. من الآخر كده، الاتهامات تتعلق بإساءة استعمال الإنترنت، قانون مكافحة الجرائم المعلوماتية. اتنين، نشر الفسق والفجور، نشر الدعارة وتسهيل الدعارة، قانون الأسلحة والذخائر، حمل سلاح بدون ترخيص. في اتهامات تانية أنا ما قدمتش فيها بلاغات، زي اتهامات بغسيل الأموال، لكن احنا ضمننا في بلاغنا السؤال عن مصادر ثروته وتضخمها بهذا الشكل. طبعا اكيد السلطات المصريه هتحقق، وياما في الجراب يحاوي، ياما هنلاقي بلوجرات وتكتوكرات موجودين ومحبوسين، وهنلاقي تهم كتيره قوي قد تصفح عنها التحقيقات والتحريات الامنيه. وياما في الجراب يحاوي، وتخش النهارده التيك توك لما كنت شايفه ان هو من شقه دعاره، بقى النهارده جامع. البنت بقت كلها، البنات بقت محجبه، واللي تابت وسما المصري تابت وفلانه تابت وعلانه تابت. انتوا ما تبتوش، انتوا شفتوا ايد وضربه قويه من الامن المصري العظيم. فالنهارده بطمن كل الشعب المصري ان الشعب المصري في امان. والموقع المشبوه اللي اسمه التيك توكر او التيك توك ده، اللي كان افسد مجتمعنا وافسد ولادنا وخلى كل الناس تسيب اشغالها وتسيب تعليمها عشان تبقى شاكر ولا مداهم، النهارده التيك توك خشوه هتلاقي البنات محجبه وتابت الى الله. واوعوا تفكروا ان حمله وهتخلص وهترجعوا تاني، لا، الدوله خلاص خدت قرار بنسف المحتوى السيء، لانه مش بس محتوى سيء من اجل التربح، لكن هذا المحتوى من اجل تدمير المجتمع واجندات خارجيه، وبيأيد الناس دي الخونه المتأسلمين تجار الدين. استاذ ايمن، عايزين نعرف بقى ما مصير القادم، يعني ايه الناس اللي جايه بقى، مين اللي في القايمه، مين اللي هيتقبض عليه بعد كده من التيك توكرز المشهور او
اي حد يخطر على بالكم من اللي كانوا بيقدموا محتوى سيء هيتحبس. والمحتوى الهادف بقى، يعني هل هم هيجوا يقولوا لهم مثلا من اين لك هذا برضه، ولا شيء جرائم الناس تستخبى من تحت المحتوى الهادف؟ مفيش حد هيفلت، مفيش حد هيفلت من ضربة الأمن العظيمة واستجابة لنبض الشعب وبلاغات السادة المحامين اللي أنا كنت أول حد بقدم هذا البلاغ. لا رحمة مع من يدمرون الوطن، لا رحمة من يدمرون شبابنا. تسألي أي شاب نفسك تطلع في إيه دلوقتي يقول لك أطلع تيك توكر، نفسي أبقى شاكر. خلوا النماذج السيئة هي سياد المجتمع وصفة المجتمع بقى، وهم دول سيدات المجتمع بقى. هي دي مصر؟ لا مش هي دي مصر. احنا في الجمهورية الجديدة مش هي دي النماذج اللي احنا ممكن نحتذي بيها. صدقوني الناس دي هتداس بالأقدام من الأمن ومن الشعب، وهيكونوا عمرهم كله في السجن. دايما في بلاغات مقدمه اللي هي ارمله اللاعب شيكا الله يرحمه. بلاغات إعلامية، بلاغات الشو في، لأن البنت اللي اسمها مروة المدعية إنها بنت الرئيس ترند، ففي ناس بتركب على هذا الترند. وكمان الحملة دي برضو ناس عايزة تركب على هذه الحملة، حملة ضد التيك توكر والبلوجر. بلاغات شو بالنسبة لموضوع تجارة الأعضاء والكلام ده. أنا بقول لحضرتك وبوعدك، وأنا على نيوز روم دايما بكون متشرف بقول الحقيقة. كل البلاغات بتاعت تجارة الأعضاء وادعاءات بنت الخسيس، عفوا محدش يزعل، هي مش بنت رئيس، هو ده الوصف الطبيعي اللي اتقال عليها، اللي تنصلت لأهلها اللي في ثابتين بوثائق رسمية وانتمت إلى أسرة ما تعرفش عنها حاجة. فهي مش بنت رئيس، هي بنت اللي أنا قلت عليه دوت، وده كلام خبل وهبل. أما اللي ركبوا بقى وقال لك بنقدم بلاغات، مفيش حد قدم بلاغات، ولو كانوا بلاغات دي بلاغات كرتونية من أجل الشو، ولن تحقق فيها حتى الجهات الأمنية ولا جهات التحقيق. وأنا بوعدكم وعلى مسؤوليتي. وقصة إبراهيم شيكا دي قصة مختلقة من بنت الخسيس. طب تسريب المكالمه انت شايفها ايه؟ المكالمة دي ليها قصة وحكاية ورواية والعوبة وقصة طويلة عريضة قوي، كلها كذب في كذب. امبارح وقال ان هي مش مكالمه، مش صوت. مش صوت، وانا عارف بقى صوت مين. انا عارف دي صوت مين. يعني فابريكوا لها مكالمه. هو عارف شخصية الست صاحبة الصوت، وعارف ان هي بنت عندها 27 سنة تعرضت لابتزاز من بعض الناس من بلطجية التيك توك. بلطجية التيك توك، لا، لتجارة الأعراض، لتجارة الابتزاز، البلطجة الإلكترونية. خدوا من البنت المسكينة صاحبة الصوت ده صوتها، اللي هي لما حست باليأس قالت أتاجر في وبيع أعضائي، وما عملتش حاجة، كانت عايزة فلوس فمش لاقية، زي اللي بينتحر يعني، كانت بتنتحر اجتماعيا يعني. خدوا المكالمة ونسبوها زورا لمرات شيكا، وعندي المعلومات وعندي صاحبة الصوت وعندي كل حاجة، ويمكن تكون دي القضية اللي هنفجرها على نيوز روم. نيوز روم دايما هيكون ليها السبب. شكرا لحضرتك.